السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالي كتير مصورتش معاكم، بس احنا النهارده جايين بحاجة سهلة كده وسريعة، والفيديو يعني مش كبير قوي. احنا النهارده هنخلي الليمون ليمون مسلوق بالشطة. هو سهل وبسيط جدا، واليومين دولت رخيص يعني تقريبا كده من غير فلوس. رخيص جدا وبأقل تكاليف تعملي برطمان ليمون يقعد معاكي فترة كبيرة، وتكوني انتي عاملاه على ايدك ونضيف. اول حاجة انا جبت 2 كيلو ليمون، غليتهم بالشكل ده. غسلته الاول وحطيته في المية، يا دوبك اول ما غلي، مش غلي استوى، اول ما المية غليت بس طفيت عليه اهو بالشكل ده كده. بنقلبه لحد ما يغلي معانا. هو خلاص يعني هو داخل على غلوانه. بتطفي عليه وبتنزلي المية بتاعته السخنة على طول في ساعتها. بتكبي المية السخنة بتاعته على طول، وبتغسليه بمية باردة عشان توقفي عملية السوا بتاعه من جوه، ما ياخدش سوا في السخونية بتاعته. ينزل يعني يبقى طري معاكي قوي. وهنا معانا حوالي نص كيلو شطة. عايزة تجيبي كيلو ماشي، هاتي الكمية اللي تعجبك على حسب ما انت بتحبي، وعلى حسب البرطمان اللي انت بتعملي فيه. هنا انا بحط نص كمية الليمون بس في البرطمان، النص بس، بالشكل ده كده. معلش بقى الكاميرا مهزوزة عشان ابني هو اللي كان ماسكه، فما كانش ظابطها قوي، ما كنتش حاطه الستاند. حطينا نص كمية الليمون. بننزل بقى ايه بحبة من الشطة دي لما بتنزل عليها المية بتطفو على الوش كده. فعشان كده احنا بنحطها ما بين الليمون عشان ما تطلعش فوق، تبقى ايه ثابتة تحت، انها لو طلعت فوق هتسود وهتتهري. اهو بالشكل ده كده. بعد شوية ليمون كمان، وبعد كده احط بقية الشطة دي حسب الكمية اللي انت حباها. حراقة بقى، عايزاها حامية، عايزاها باردة. يعني بتجيبي اللي بيناسبك وانت حباه، او افراد اسرتك حباه مثلا وتحب تاكله كده. الليمون اليومين دول يا جماعة بجد رخيص جدا جدا. يعني الكيلو ب5 جنيه. 5 جنيه مش فلوس يعني ورقة ليمون. يعني ب10 جنيه عملت برطمان الليمون ده. والله ب10 جنيه. برطمان ليمون يعني يقعد معاكي فترة طويلة، أكتر من شهر وزيادة كمان. وكفاية انت عارفة انت عاملاه ازاي وعلى ايدك والحمد لله البرطمان يا دوبك قضاهم بالظبط كأنهم متفصلين عليه. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب، ويا رب ان شاء الله الفيديو بتاعي يكون عجبكم. واللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش في لايك واشتراك، فضلا وليس امر. واخواتي كتير طبعا وعمرهم ما يكسفوني. وربنا يبارك اللي في ايدينا يا رب. ودعوة حلوة لاخواتنا في فلسطين، ربنا يفك كربهم يا رب، ويشيل حملتهم ويرحم شهدائهم يا رب، اللهم امين، ويصبرهم على اللي هم فيه. هنا كده بقى بنجيب حوالي لتر او لتر ونص ميه. بنحط على كل لتر ميه 4 معالق ملح. كل لتر واحد ميه 4 معالق ملح. يعني هنا دي حوالي لتر ونص. هو الكيس الصغير ده، هو الكيس ده وسط مش صغير، انا فضيته كله. هو تقريبا نفس يعني على قد الكميه بالظبط. كنت بعبر بالمعلقه الاول بس لقيته هو يدوب مناسب. بتدوبي بقى الملح فيه كويس كده. بتحطي لو انت حابه تحطي نص كوبايه خل. الخل مش بيهري المخلل. احنا كان عندنا عقيده غلط زمان ان الخل بيهري اي حاجه خللتيه. بالعكس الخل بيحافظ على اي حاجه انت مخللاها، بيخليها صلبه لفتره اطول شويه. وان شاء الله الشتاء جاي بقى باذن الله على خير، ونخلل بقى اللفت والجزر والحاجات دي بتبقى جميله قوي قوي في الشتاء. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب، ويحل كل لقمة في عينينا وفي ايدينا كده. حاجة بتبقى بسيطة وسهلة ومش مكلفة، وبتخلينا نعمل حاجة نظيفة في البيت، وفي نفس الوقت نكون احنا حابينها. ولحد دلوقتي انا عن نفسي كلت منه بعد تالت يوم، والله تالت يوم كنت كلت منه. اهو بالشكل ده كده. بنحط المية لحد ما تغطي الليمون، وبتقفلي عليه بقى يومين 3 5 ايام بالكتير، اقصى حاجة 5 ايام، وتفتحيه وتاكلي منه. هنا الملح بتاعنا مظبوط على الشعرة، مظبوط بالظبط. كل كيلو مية عليه 4 معالق ملح. اهو بالشكل ده كده بقى زي الفل. بنغطيه بقى كده خلاص، المخلل بتاعنا خلص. بنسيبه بقى لحد ما تمام كده يا جماعة بقى زي الفل. انا بس ما كنتش مسجلة مقاطع فحبيت اكملها معاكم كده. خلاص هو كده اتخلل. البرطمان ده بقى متخلل. البرطمان التاني ده انا مخليه من اسبوع، يعني احنا حاليا بناكل منه.
مستوي وطعمه لذيذ جدا وملحه مظبوط وكله تمام. بس انا كنت حاطه فيه فلفل بارد مش حراق، الفلفل كان فيه بارد شويه، بس كان طعمه لذيذ جدا ومزازته حلوه وحدقه مظبوط وكل حاجه فيه زي الفل. ويا رب يكون عجبكم وان شاء الله تجربوه. ويا ريت بقى اللي يعجبه حاجه مني ما ينساش يحط لي تعليق حلو كده ودعوه حلوه، فضلا وليس امر. اخواتي كتير ومش بيكسفوني، ربنا يبارك فيهم يا رب. الفلفل ده مش حامي على فكره، ده بارد. انما انا لسه عاملاه دلوقتي حالا التاني ده حامي. فاحنا عملنا بقى الاتنين، يعني بنرضي جميع الاطراف. تحسي ان انتي بتاكلي خيار مش فلفل، طعمه لذيذ جدا. بألف هنا وشفا يا رب. كل اللي كان ليه في نصيب في حاجة وكل منها، وربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب. واللي وصل معايا لحد هنا يا ريت ما ينسانيش في دعوة حلوة من القلب كده، ولايك وتفعيل زر الجرس، فضلا وليس امر. ربنا يكرم كل واحد يا رب بيعمل حاجة حلوة لحد بيحبه وكمان يتعلمها منه. يلا اشوفكم على خير، مع السلامة.